قضية المرأة هي قضية واحدة، وإن اختلفت مستويات ودرجات التحرر التي حققتها المرأة باختلاف الزمان والمكان، حيث قدمت المرأة السورية تضحيات كبيرة منذ بداية الأزمة السورية، وما زالت حتى تتمكن من العيش بحرية وكرامة وتتبوأ مناصب قيادية في كافة مجالات الحياة لتساهم في الارتقاء بالمجتمع والسعي لرفض التهميش تحت اسم الدين. على مر التاريخ وتعاقب الحضارات والأمم واجهت المرأة تحديات عديدة إبان محاولتها إبراز ذاتها ونيل حقوقها، فشهدناها في مراحل كثيرة بلا هوية، فاقدة الأهلية ومسلوبة الحرية، تقاسي ألوانا من القهر والظلم والذل صاغتها عقائد أو ميول متطرفة. أرادت أن تبقى هذه المرأة مهمشة مع تجاهل كامل لدورها وشخصيتها وكيانها، فكانت ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا التي سعت للقضاء على كل أشكال الظلم والاستبداد الذي استهدف وجودها. لقد حققت النساء اللاتي قدن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا نجاحا كبيرا في العديد من المجالات، وعززنا قدرتهن في المجال العسكري وخاصة ضمن وحدات حماية المرأة. كما أبدت المرأة مقاومة كبيرة في نضالها ضد داعش، وسعت لبناء مجتمع قائم على المساواة، وتحت مظلة الإدارة الذاتية تتولى المرأة القيادة على أساس مبدأ الرئاسة المشتركة والتمثيل المتساوي في كافة مجالات الحياة. واجویکی کو گوهرتنه بفارا ایروتینه. اف کمبین هر بک امتزانهن هر گاوکی و هر خباتکی و هر گاوکی بوته آویتن جبو پیشکرتنا جواکش بو پیشکرتنا جن دسایا برخدانه کرد به هم پاده تکرن. برخدانه کو ایرو لبنداوا تشرینه تکرن برخدانه کی دیروکیه. جبونا ویجی ام برخدانه رومته جوردا ام سلاف دکن. برخدانه کو پیام دده همو جیهانه. پیام رومته، پیام مروفاهیه، پیام پارستنان الخنجن یکو دسایا تکوشین و فداتیا جنین می پیشنده هاته کرن. جنین جحمو پیک هاتیان، جنین جحمو اولان یکو دباکور و رجلات سوریه دا جیان دکن. إننا اليوم ونحن على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخ أمتنا نجد أنفسنا أمام تحديات جسام تتطلب منا تضافر الجهود ووحدة الصف واستلهام روح الإسلام السمحة في بناء مجتمع متماسك ينعم بالحرية والعدالة والمساواة. لقد عانت سوريا لعقود طويلة من الظلم والاستبداد الذي طال كل أفراد المجتمع، ولم يكن للمرأة نصيب أقل من هذه المعاناة، بل كانت عرضة لأشكال مضاعفة من التهميش والاضطهاد، وقيدت حريتها وغيب صوتها وحرمت من حقوقها الأساسية. وها نحن اليوم وبعد سقوط نظام الاستبداد نقف أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في بناء سوريا الجديدة، سوريا التي نحلم بها، سوريا التي تتسع لكل أبنائها وبناتها، سوريا التي تقوم على قيم العدالة والمساواة والحرية. وصل إلى قمة الحضارة والرقي والتطور من كافة النواحي. بدأت القوى المحتلة لكردستان بمحاولات تقزيم ومحو هذا التاريخ الذي يمتد جذوره إلى بداية ظهور الجنس البشري على كوكب الأرض. ولربما لا يعلم الكثيرون أن الديانة اليزيدية تمتلك تعاليم سرية لكل العصور عبر كتبها مصحف رش وأفيستا، والتي انتشرت في ميزوبوتاميا إلى أصقاع العالم.
يعود الفضل في انتشار ثقافة آلهة الأم الكبرى إلى نينهور سار التي أسست نظام آلهة في الشرق والشمال، والدليل أن اليزيدي يذكرها في دعاء الصباح ستيرك أي نجمة الصباح. رجلات سوريا دما بود لشکر و سبیل به هفرا دبن یک دست و برخوادانی دکن اف یک هلبت نجد تشتکی والا هاتیم اف یک بینگه هکا بود ایرو دا بینج سالیه دا بینج سال اف تیکوشینه که پکه کلور هیا بود جنا کرد تدا پیشنگتی کریه اف یک جویه که درد کبه لسر به اساسی جی ایرو ربابری خواستر خوا يعني لسر بينجها كي لسر ميراثه كي وخا آواكر وجنجي تدا بيشنكتيا و دكيم الكدرت يعني دكيجان سيستمه دا بين انجيب دكودن جيكيجان درفته بكر دما قلت جن تدا هبه هلبت او بروجا و سدي سد بسر بكبه جبوه جي يعني جرك إيرو أجرباته قلت البر رولشتيم دوي باوريه دا بيقول إيرو أو بروجايا قلت نهال باكو رجلات سوريا هاتي ببيش خستن ببيشنكتيا جن هاتي ببيش خستن هل بتسديسد أو بروجا ويبسر بكبيرو. قوة المرأة وقدرتها على إحداث التغيير في مجتمعنا. نحن هنا لنقرر دورنا في بناء مستقبل مشرق يعمه العدل والمساواة. فلنتمسك بالفرصة لبناء مجتمع قوي ولنعمل معا لتحقيق أهدافنا المشتركة. الحديث عن مستقبل سوريا الجديد من زاوية الأديان. الكثير من العقبات تصطدم بعجلة تطور أداء المرأة وكفاءة أدائها، حيث ظهر مؤخرا مواقف شديدة التباين تعكس هشاشة السياق المجتمعي التاريخي الذي نعيشه في سوريا. منهن من دعا إلى الالتزام الكامل بقوانين إسلام سياسي، ومنهن من وجد في زوال النظام البائد فرصة ذهبية للمطالبة بمجتمع مدني ديمقراطي يضمن حرية كافة الأفراد بمعتقداتهم، دياناتهم وانتماءاتهم. إننا كطائفة إسلامية إسماعيلية موقفنا موحد واضح وصريح، فالدين المتسامح والعادل هو أخلاق كل فرد ليبتعد عن الفساد في الدنيا. عيش بكرامة بعيدة عن الاستغلال الجسدي والنفسي والمعنوي، إعطائها كل الحقوق في إبداء الرأي والمشاركة في السياسة وصناعة القرار، تولي وظائف بارزة وتمثيل الحكومات في السياسات الخارجية. الثقافات محافظين على إرثهم الديني والثقافي عبر العصور. وسط هذا التاريخ العريق كانت المرأة المسيحية وخاصة السريانية حاضرة بقوة في كل مراحل بناء المجتمع. المرأة السريانية المسيحية لم تكن مجرد فرد في المجتمع. شارون بفجوك البيشة معنا ديما جوجام دبين ديمانا جوتيك شاندن ديمانا علوية السروان دتين ديما كي أمبين حمي بجاري لاطقي الساحل بقالا تركاتي راكرن ما هو شاوا بسببين هوا سورة جنوية از دبينم هن سورة نو هن شيء نبيه دما جو أم دبينن حمي جيش جبهة النصر ينقطع تبرتين بوتن از أفغاني تدا دبينم باكستاني تدا دبينم دما كيفشيه شكدرت هاف ذهنيته قد بيجا هيرو ديمقراطي قالك هذا أو ديمقراطية دهندر سوريا ندى تكشيه واحد، لكنه أكيد وهذا من منظوري الشخصي سأحكي أن الله كان يحاول أن يجعل الإنسان يبحث في نفسه عن الجانب المضيء، الجانب المضيء ليتعايش على القيم الإنسانية والأخلاقية. يعطيكم العافية على المنتدى، بس أنا حابة أحكي شغلة على موضوع الدستور. موضوع الكل ينادي هنا بضرورة وجود كتاب الدستور، صياغة الدستور. البيان الختامي: إن تحقيق المساواة ليس مجرد حق، بل هو ضرورة أساسية لتطور المجتمعات وازدهارها. وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها المرأة، فهي دائما مصدر إلهام وقوة لا تقهر، وأن حرية المرأة تتجسد بقدرتها على الاختيار والتفكير، والأهم من كل هذا حرية الحياة، حيث أثبتت المرأة نجاحها في تولي المسؤوليات والمساهمة في دعم مسيرة التطور وتنمية المجتمعات، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة وما تمر به سوريا من أزمات سياسية
كانت ولا زالت، وخاصة بعد ظهور قوى متشددة ومتعصبة دينيا في مناطق حكومة تصريف الأعمال، وتلك الأعمال العدوانية تجاه الأديان والمعتقدات الأخرى، ورفض التنوع الديني والقومي في سوريا من قبلهم، وكذلك إطلاق تصريحات تدعو لتهميش مكانة المرأة في سوريا من قبلهم. رغم كل الأسماء النسائية العظيمة التي شهد لها التاريخ كثيرا في النضال والعلم والأدب، حيث أثبتت المرأة السورية أنها كانت وما زالت داعمة للأمن والأمان، علما أن تلك المرأة نفسها هي التي دفعت ثمنا غاليا في الصراعات والحروب والأزمات، وتلك الأفكار الرجعية التي تستند إلى التعصب الديني والتحجر الفكري. إننا اليوم وفي هذا الملتقى الحواري تحت شعار في سوريا الديمقراطية لكل امرأة العيش بحرية وفق دينها ومعتقدها، والذي يعد مسارا فكريا يجمع كل النساء السوريات ومن مختلف الأديان والمعتقدات لإعادة النظر في حقوق المرأة، وذلك بسبب الممارسات الاجتماعية والفكرية والدينية التي لا تعكس رؤية وسماحة الأديان التي تستند على الأخلاق وروح العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، وعلى صون كرامة الإنسان. وإن النموذج الأمثل لبناء سوريا جديدة هو نموذج الإدارة الذاتية التي تستند على مبدأ العيش المشترك واحترام كل الأديان والمعتقدات، والأهم من كل ذلك هو مبدأ الأمة الديمقراطية. لذا إننا نطالب من خلال هذا الملتقى الحواري من خلال الرؤى ووجهات النظر التي قدمتها المحاضرات على العمل على بناء مجتمع مدني ديمقراطي حر يسوده الدستور والقانون لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. أن تعمل كل الشرائح والمكونات السورية على تنظيم نفسها، وأن تكون تجربتنا هي الطليعة النيرة لها. إعطاء المرأة كل الحقوق والواجبات في إبداء الرأي والمشاركة السياسية وصناعة القرارات وتولي المناصب البارزة وتمثيل الحكومات في السياسات. منع فرض أي قيود على حقوق المرأة في التعليم والعمل وأسلوب الحياة واللباس. التأكيد على حرية الأديان والمعتقدات وحرية ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية، ونبذ خطاب الكراهية والتعصب الديني من خلال قراءة الواقع الديني بكل أطيافه على مبدأ الأخلاق والإنسانية. الاعتراف بالأعياد الدينية لكل الأديان والمعتقدات، وإدراج الثقافة والتراث الديني ومشاعر الأخوة والمحبة في المناهج التعليمية كجزء من التنوع الثقافي والفكري. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق النساء اليزيديات في عفرين وسركانية وشنغال أمام القضاء الدولي. إلغاء مصطلح الأقليات الإثنية والعرقية والدعوة لمفهوم الأخوة الإنسانية لبناء سوريا الجديدة. افتتاح المنتديات النسوية وإقامة تنظيمات نسائية في كل جغرافية سوريا، وكذلك العمل على إعداد دراسات وأبحاث عن تاريخ المرأة السورية على مختلف الأديان والمعتقدات.